سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل محافظة الشرقية، محافظة رقم 14، محافظة شكلها مهمة جدا جدا. تعالوا بينا نبدأ. أول سؤال معانا بيقول لي إيه؟ الوسيط للقيم. الوسيط أنا برتبهم واختار اللي في النص، أدي 2 5 7، يبقى الوسيط عندي كام؟ 5. السؤال التاني بيقول لي الحد الجبري ده من الدرجة الكام؟ أنا في الحد الجبري بجمع الأسس 2 و4 6، يبقى من الدرجة السادسة. السؤال الثالث بيقول لي 5 على س ناقص 3 عدد نسبي بشرط إن السين لا تساوي التلاتة، بشرط إن السين لا تساوي الكام؟ التلاتة، لأن 3 ناقص 3 صفر، وما ينفعش يكون في صفر في المقام. السؤال الرابع بيقول لي باقي طرح، اطرح وباقي طرح وتنقص وما نقص، بجيب التاني ناقص الأول، يعني 7 س ناقص الأول اللي هو سالب 5 س. السالب في سالب بموجب، فأنا أخلي السالبين دولت موجب، يبقى 7 س و5 س 12 س، يبقى الإجابة 12 س. السؤال الخامس بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد سالب 5، معكوس الجمع بغير الإشارة، يبقى الإجابة 5. السؤال السادس بيقول لي 4 على 5 كام في المية؟ علشان أروح لعلامة في المية لازم أضرب في 100، عشان أروح للعلامة ده اهي لازم أضرب في 100، يعني 4 على 5 في 100 طلعت 80، يبقى الإجابة 80%. السؤال التاني بيقول لي المنوال للقيم 9 و4 و5 و9. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا، يبقى المنوال عندي كام؟ 9، سهلة خالص. طيب السؤال التاني بيقول لي العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو الصفر. الصفر ليس له معكوس ضربي. السؤال الثالث بيقول لي الاتنين س أس 2 ص في كام؟ يدينا 8 س أس 2 ص أس 3. الاتنين في كام؟ يدينا 8. الاتنين في 4. س أس 2 في كام؟ يدينا س أس 2 في 1، فمش كده. طيب ص في كام؟ يدينا ص أس 3 في ص أس 2. كان في طريقة تانية ان انا ممكن اقسم ال 8 س أس 2 ص أس 3 على 2 س أس 2 ص كده. 8 س أس 2 ص أس 3 على 2 س أس 2 ص. 8 على 2 فعلى 4، س أس 2 على س أس 2 طارت مع بعض، ص أس 3 على ص فص أس 2. برضو نفس الايه؟ الناتج. السؤال الرابع ممكن اعمله بالآلة الحاسبة ورايح دماغي. نص زائد 3 على 7، هذا نص زائد 3 على 7 اضغط يساوي 13 على 14. 13 على ايه؟ على 14. الوسط الحسابي مجموعهم على عددهم، يعني 3 زائد 2 زائد 5 زائد 7 زائد 8، عددهم كام؟ 1 2 3 4 5، عددهم 5. 3 و2 5 و5 10، 10 و7 17 و8 25 على 5، هيطلع لك كام؟ 5. السؤال الثالث ألف أوجد خارج قسمة. ديت قسمة تعتبر على حد جبري، قسمة سهلة خالص. طالما هو عايزني اقسم على 3 س، يبقى انا هقسمهم كلك على 3 س، على 3 س، على 3 س، على 3 س. اهم حاجه بس ما ننساش الزوائد دي. 15 على 3 فعلى 5، س أس 3 على س فس أس 2، لان بطرح الاسس، زائد 12 على 3 فعلى 4، س أس 2 على س فس، زائد 6 على 3 فعلى 2 والس طرت مع الس، يبقى ده الناتج الاخير 5 س أس 2 زائد 4 س زائد 2. طيب اجمع سهلة. هتشيل الفصل ده اهي، شايف الفصل دهيت، هتشيلها وتحط زائد، وتجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض والأرقام مع بعض. 3 س وس 4 س، 3 ص و2 ص 5 ص، سالب 5 وموجب 9 موجب 4. سهلة خالص. السؤال رقم ج بيقول لي أوجد عددا نسبيا يقع في منتصف المسافة بين النص و3 على 4. طيب هو عايز عدد نسبيا يقع في منتصف سهل. هو أنت هتجمعهم في قوسين كده، لازم في قوسين وتقسمهم على 2. هتجمعهم وتقسمهم على كام؟ على 2. يبقى نص زائد 3 على 4 على 2، تضغط يساوي يطلع لك 5 على 8،
يبقى الناتج 5/8. السؤال الرابع ألف بيقول لي حلل بإخراج العامل المشترك. سهلة خالص، هتاخدها واحدة واحدة وتبدأ بالأرقام. عندك 4 و12، خد الصغير 4. عندك ألف أس 2 وألف أس 3، خد الصغيرة اللي هي ألف أس 2. عندك باء أس 3 وباء أس 2، خد الصغيرة باء أس 2. افتح قوس، هتقسم بقى على ده اهو، يعني ده هو هينقسم على 4 ألف أس 2 باء أس 2، وده برضه هينقسم على 4 ألف أس 2 باء أس 2. 4 على 4 طارت، ألف أس 2 على ألف أس 2 طارت، باء أس 3 على باء أس 2 هيتفضل لك إيه؟ باء. بعد كده زائد 12 على 4 فيها 3، ألف أس 3 على ألف أس 2 يتفضل ألف، باء أس 2 على باء أس 2 طارت. يبقى أنت كده تكون حلتها. 4 ألف أس 2 باء أس 2 مضروبة في إيه؟ باء زائد 3 ألف. السؤال رقم باء بيقول لي أوجد عددين نسبيين يقعان بين النص و3 على 4. هو عايز بين النص وال3 على إيه؟ 4. طيب أنا هعمل خلاف بين الاتنين دول. ال4 هتروح تضرب الاتنين، والاتنين هتيجي تضرب ال4. أصبح عندك إيه؟ الاتنين في 4 ب8 والواحد في 4 ب4. كذلك في الناحية التانية، الاتنين في 4 ب8 والاتنين في 3 ب6. أصبح عندك من 4 على 8 لحد 6 على 8. مفيش غير 5 على 8. وهو عايز كام عددين؟ طب إيه الحل؟ الحل إنك هتحط هنا صفر هنا صفر هنا صفر هنا صفر. أصبح عندك من 40 على 80 لل60 على 80، يعني 41 على 80، 42 على 80، 43 على 80. معاك بقى لحد 60. 41 على 80، 42 على 80، 43 على 80. السؤال رقم ج بيقول لي اختصر لأبسط صورة س زائد 4 في س ناقص 4 زائد 16. هو بص، هو طالما دي س زائد 4 ودي س ناقص 4، انت هتضرب الس في الس واضرب ال4 في 4. الس في س بس تربيع، وال4 في سالب 4 بسالب 16، وهتنزل الموجب 16 الغلبانة دي جنبهم، ادي زائد 16. 16 هتروح مع سالب 16، هيتفضل عندك س تربيع، يبقى الناتج س تربيع. نيجي بعد كده للسؤال الخامس ألف بيقول لي استخدم خاصية التوزيع. عشان تحل الطريقة دي بطريقة سهلة، هتيجي على الزائد تحط دايرة، وتيجي على الناقص وتحط دايرة، تيجي على الزائد والناقص وتحط ايه؟ دايرة، وتشوف ايه المشترك فيهم. هما التلاتة في الثلاث قطع دولت ايه المشترك؟ 5 على 11 هي اللي اتكررت، تطلعها بره وتفتح قوس وتلم الباقي. انت لما اخدت دي تفضل كام؟ 9. لما اخدت دي تفضل كام؟ 5 ناقص. لما اخدت دي تفضل كام؟ 3. بإمكانك دلوقتي تحلوها بالآلة الحاسبة، أو ممكن تاخد لك خطوة كمان. هتكتب 5 على 11 ده هي زي ما هي، وهتخلي القوس دوت فيه، وهتجمع دول 9 و5 14. 14 ناقص 3 11. ال11 هتروح مع ال11، هتفضل عندك 5 بس، يبقى الإجابة 5. السؤال الأخير بيقول لي أوجد المتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي مجموعهم على عددهم، يعني 9 زائد 6 زائد 10 زائد 7 زائد 8 عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 5. 9 و6 15 و10 25 25 و7 32 32 و8 40 40 على 5 فال8، يبقى الإجابة معاك كام؟ 8. بكده تكون انتهت محافظة الشرقية، المحافظة رقم 14. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروا باقي الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.